والله فيلم المخفي أول بطولة المطلقة، أنا بحب الفيلم ده جدا. الفيلم ده اتعرض عليا من 3 سنين. ابتدى الموضوع الفكرة من عند الأستاذ محمد شورى المخرج، لا أعرفه ولا يعرفني. فجأة لقيت تليفوني بيرن، هو وأستاذ أحمد عبد الله قاعدين مع بعض، فرشحوني الفيلم. رحت قريت الفيلم كله، ما اعرفش ان انا البطل. اتفاجئت ان انا البطل. وقالوا لي كده. ومن 3 سنين الفكره معاهم، هم شغالين عليها، وربنا اختار ده ان ده الوقت اللي الفيلم يظهر فيه، فالحمد لله. حاسس ان البطوله المطلقه اتاخرت كتير، ولا انت مش مهتم بده بتشتغل بس عشان تسعد الجمهور؟ والله الحمد لله، ربنا منعم عليا بنعمه الرضا، فطول الوقت راضي وبفضل اشتغل الحمد لله لحد ما اجيب اخر. فهو ربنا حدد الوقت ده للبطوله، فالحمد لله وربنا كريم والحمد لله، وبتمنى الفيلم يبسط الناس. دورك بقى في المخفي، عايزين نتكلم عن الفيلم. دورك في الفيلم بتقدم شخصيه ايه؟ شخصية المخفي هي شخصية الإنسان المهمش اللي هو موجود في كل شلة وفي كل عيلة، هتلاقي في شخص تقول ده مخفي. إيه بقى مواصفاته؟ بنبعته يجيب فطار، نبعته يحاسب على المواصلات، يلم الكور في الحجز، ماشي، والحاجات دي كلها، ومحدش حاسس بيه، وفجأة ممكن الدنيا تتقلب بسببه. محدش مركز معاه خالص، ولما بنيجي نفتكر نعزم حد ولا بتاع ما نفتكروش، مع انه جامد ومفيد جدا في الموضوع، محدش ركز عليه. فدي شخصيه المخفي، شخص ما بيقولش لا على اي حاجه، بيقول لكل الناس على اي حاجه. ممكن نلاقيه في اخر الفيلم بيقول انا موجود. هو ده باذن الله، وهي دي الرساله. والحمد لله كرم من ربنا ان كل الناس وقفت جنبي في الفيلم ده، كل الناس وقفت جنبي في الفيلم ده بقلب. يعني تحب تقول ايه للناس اللي وقفت مع استاذ محمود حافظ، ناس كتيره دعمتك في هذا العمل؟ الحمد لله، صلى على النبي، يقول عليه الصلاه والسلام. كل الناس وقفت جنبي بقلب قوي في الفيلم ده. النجم عمرو عبد الجليل، النجم محمد محمود، النجم محمود حافظ، النجمه بدريه طلبه، النجم تميم عبده، وكل النجوم الشباب، النجم محمد محسن، النجم محمود البنا، النجم ريم المصري، النجم ندى اسماعيل. كل دول اخواتي ونجوم بجد، وقفوا وقفه مش طبيعيه ودعموني، وقفوا جنبي وادوني طاقه كبيره جدا طول الشغل وطول الوقت، وساعدوني بكل الاشكال الممكنه، بكل الاشكال الممكنه. دايما اللي بيقف معاك في اول المشوار ده بيبقى ليه فضل كبير عليك وعمرك ما تنساها له، غير اللي وقف معاك في النص طبعا. تحب تقول لهم ايه؟ الحمد لله، كل اللي حواليا كلهم معايا من الاول للاخر، الحمد لله. كل اصحابي وكل اهلي وقفوا جنبي. اول حد امي، هي سبب كل حاجه، هي الدعوه، هي اللي عملت كل حاجه، بس من الدعوه اللي جابت البطوله المطلقه. صح، برافو عليك. والله دعوه امي هي كل حاجه، وهي بدايه كل حاجه واخر كل حاجه. حبيب قلبي، هي بدايه كل حاجه واخر كل حاجه. بس عايزين برضه نتكلم معاك بعيد عن المخفي سريعا. عمر افندي مسلسل كسر الدنيا، عملته يعني مجهود كبير جدا في المسلسل، صحيح اتاخر عرضه ولكن نزل في الوقت المناسب. شايف نجاح عمر افندي في الشارع كان عامل ازاي؟ الحمد لله، ربنا يعني رضانا قوي بنجاح عمر افندي. وفوجئت من الشعب المصري كله بيتفرج على المسلسل، والحمد لله ردود الفعل كلها ايجابيه، الحمد لله يا رب. وكان نقطه ارتكاز ليا لنزول المخفي، يعني كان نقطه ارتكاز كبيره جدا لنزول فيلم المخفي عمر افندي، وده كله بتصريف مين؟ ربنا. بس محدش خطط ولا حد فكر ولا اي حاجه، ولا انا عملت حاجه، هو ربنا. امي دعت، ربنا استجاب، كرمني، مشيت. واتفرجوا على الفيلم، وهعمل معاك لقاء تاني بعد ما اتفرج على الفيلم عشان الكلام هيختلف. بس عايزين كلمه اخيره لكل الناس اللي عايزه تشوف المخفي، تحب تقول لهم ايه؟ الفيلم ده معمول بمنتهى الحب لكل الاسره ولكل العيله، معمول بمنتهى الحب. فيلم بسيط لذيذ بيخلص بسرعه، اوعدكم هتتبسطوا. لو حد ما عجبوش الفيلم والله بجد هرجع له ثمن التذكره، والله بجد يبعت لي، والله اللي ارجع له ثمن التذكره والفشار.